معانا الفيديو التوضيحي اللي هو أهم اختبار للسيدة علشان تعرف عندها أماكن تجمعات دهنية في جسمها ولا لا، اللي هو اختبار المراية. اختبار المراية نشوف الفيديو دلوقتي. الفيديو بيوضح لنا أماكن تجمعات الدهون. نشوف الفيديو دلوقتي. الفيديو بيوضح لنا أماكن تجمعات الدهون في جسمك اللي متظلل عليه باللون البامبا دوت. دي معظم أماكن تراكم الدهون في جسم الأنثى. احنا هنا جايبين الفيديو توضيحي عشان لما تبص في المراية ركزي على الأماكن اللي احنا موضحينها في الفيديو، ومركزين قوي على الأنثى بالتحديد، لأن أماكن تجمعات الدهون للأنثى مختلفة عن أماكن تجمعات الدهون للراجل. احنا هنا الفيديو واخدين قطاع عرضي في الجلد. القطاع العرضي في الجلد ده بيبين تقسيمة الشعر، الجلد، الشعيرات الدموية اللي هي مكتوب عليها بلاد فيسلز والأعصاب، وتحت المنطقة اللي لونها أصفر هي دي موضوعنا النهاردة، اللي هي تراكم الدهون العنيدة في الطبقة العميقة من الجلد. تراكم الدهون العنيدة في الطبقة العميقة من الجلد اللي هو واضح قوي، الخلايا اللي لونها أصفر دي اسمها الخلايا الدهنية. الخلايا الدهنية في جسم الأنثى عبارة عن تراكم للخلايا الدهنية من سن البلوغ اللي هو من سن 18 سنة. الخلايا الدهنية ولا تزيد ولا بتقل من سن 18 سنة، لكن بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها نوع من انواع التضخم. هنا شفنا الجهاز اللي داخل باللمبة الحمراء دوت، ده عبارة عن جهاز بيفتت الدهون، يا اما بيكون فيزر، يا اما بيكون ليزر، يا اما بيكون جي بلازما. بس الجي بلازما ليه دور والفيزر والليزر ليهم دور تاني. هنا بنحقن مادة علشان تساعد في إذابة الدهون لما نخش بالجهاز. طبعا هنا القلم الماركر اللي لونه موف ده بنحدد بيه المنطقة اللي احنا داخلين نعملها للأنثى، لأن مش كل الستات عندهم كل الأماكن فيها تجمعات دهنية، لا، في أماكن في ناس عندها، وفي ناس أماكن تانية عندهم أماكن حاجات تانية. يعني مش كل سيدة عندها كل المناطق اللي احنا ظللنا عليهم بالايه، باللون البامبا في الاول. لا، احنا هنا بعد ما تم حقن الدهون بيتم انقباض في الشعيرة الدموية اللي حواليها، عشان لما نيجي ندخل جهاز الفيزر او الجي بلازما او الليزر او وات ايفر الجهاز اللي هندخله، بنسحب الدهون فقط. اهو الجهاز داخل، طبعا هنا مكبر مثلا 20 مرة، ما تفكروش ان هو ده حجم الجهاز، ده هو حجمه تقريبا وهو داخل الطرف بتاعه اقل من 2 مللي. هنا اتشفطت الدهون، بدأ المنطقة العميقة تكش اللي هو منطقة الجلد. بعد ما خلصنا المريضة بتلبس كرسي زي اللي شايفينه لونه أبيض في الفيديو، وبعدين يبدأ الكرسي ده بيعمل نوع من أنواع الانضغاط على الطبقة اللي أنا فضيتها من الطبقة العميقة في الدهون. الانضغاط ده بيفيد في إيه؟ بيفيد في شد الجلد. أنا بشد الجلد طبعا بالجي بلازما مع شفط الدهون، وبنشده بالكرسي، وبعد كده بنقول للسيدة عيشي حياتك عادي والعبي رياضة واشربي مية علشان تدينا أفضل نتائج في شد الجلد. شايفين صورة قبل وبعد، وطبعا دي صور واقعية للي بيحدث في الواقع، لكن هنا عندنا الديمو ده جرافيك علشان نوضح أكتر إيه اللي بيحصل بعد شفط الدهون. شايفين مقاس الوسط اتغير، شايفين منطقة الحوض تحت السرة، شايفين المنطقة اللي هي فوق السرة، شايفين الست اترسمت، الفي لاينز باينين، الجريك لاين الخط اللي في النص طبعا ده باين بوضوح جدا جدا في الفيديو بتاعنا. ونشوفكم إن شاء الله في فيديو توضيحي جديد. مع السلامة.